وكثير من الناس يتعصب له بغير حق. وأنا أقول نقبل ممن تعصب له أن يأتي ها هنا عندنا لكي نسأله ما اسم أمك؟ فإذا أخبرنا قلنا له إنه أي سيد قال ومعاوية بعد هو ابن هند التي جاءت كالنبؤة، وهي كلمة تعرفها العامية المصرية سبا وقذفا بحد في ظهر قائلها، فجاءت كالنبؤة تلغ في دم الحمزة. فنقول لمن تعصب تعالى نقبل إذا أخبرتنا باسم أمك أن نعرض عليك، فإن قبلت فلك ما شئت، فنقول فلان ابن فلانة وبعد الذي جاءت أمه فلانة كالنبؤة، وإن شئت فسهل الهمزة غاضبة تضرب أخاه الأكبر لأنه ضرب واعتدى على أخيه الأصل. تقبل أن يقال هذا في أمك وفيك؟ لا يقبل، ولكنه يقبل أن يسب هذا السب القبيح. خال المؤمنين معاوية وكاتب من كتاب الوحي وأمير المؤمنين رضي الله عنه يقبل هذا في حق وفي حق أمه، وهي من الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنهن.